السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير، اموركم مزيانه. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم درت البسطيله، قلت غادي نشاركها مع البنات، غادي نشارك معكم جميع التفاصيل والاسرار باش تجي معاك بسطيله اللي معلكه واللي كلاها عندك تعجبو، ما فيهاش البيض. مهم بسطيله اللي حلوه وكتجي معلكه فريمون، كتجي معلكه من داخل وكتجي زوينه. غادي نعطيك جميع الاسرار اللي كنعرف باش تنجح معاك البسطيله، وكيف قلت لك اللي كلاها عندك غادي تعجبو. مهم ندوزو الطريقه. انا هنا درت بسطيله كبيره. مهم هنايا راه فيها بالنسبه للمقادير غادي نبداو بالدجاج. خديت دجاج، انا درت جوج دجاجات، كل دجاجه فيها 2 كيلو ونص. غسلتهم مزيان، خليتهم كيتسقطروا. غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نخدم فيه، درت فيه معلقه ونص ديال الخرقوم بلدي، 2 معالق ديال سكينجبير، معلقه ديال البزار، ومعلقه ديال الملحه، نص معلقه ديال العطريه ديال الدجاج راس الحانوت ولا المروزيه، كل واحد وشنو كيسميها، نص معلقه ديال القرفه. بالنسبه درت غير معلقه ونص ديال الخرقوم بلدي لحقاش غادي ندير الزعفران شعره، وغادي ندير واحد الدويمه ديال الزعفران. غادي ندير الزعفران شعره، انا هنا درتو بالما طيب لحقاش دركني الوقت. الا كان عندك الوقت راه غديريه وتخلي يطلق على خاطرو. غادي ندير واحد الدويمه وحده ديال الزعفران اختياريه، الا كان عندك الزعفران شعره بلاش، بغيتي ديريها ديرها، ما بغيتيش بلاش. يعني هنا عندي السمن حار، درت معلقه صغيره ما عامراش، والسمن راه كيعطي مذاق زوين في البسطيله، غير ديروه. غادي نخلط بهذاك الماء اللي درت ديال الزعفران، اللي درت فيه زعفران شعره، غادي نخلط به هاد المكونات مع بعضياتهم. هنايا الدجاج ديجا عند مول الدجاج قلت له قطعها، قسمها ليا هكا على 4. غادي نرقدو مزيان في هذيك العطريه، غادي نخليه يبات من الاحسن. انا هنا كنت مزروبه خليته غير 2 سوايع هكا. غادي ناخذ كوكوط ولا طنجره اللي غنطيب فيها، غندير فيها حساب نص كيلو ديال البصله. كيف كتشوفوا شنفتو هكا على شكل طولي. غادي ندير فيه الدجاج، ندير الصدر من التحت، وعاد غادي ندير الفخاد. بالنسبه للدجاج هذاك درت غير الصدر والفخاد، حيدت الجناوح وحيدت داك السنسول ديالو الفوقاني، ما كاينلاش اصلا، ما فيهش اللحم، غيبقى غير يطلق ليا العظومه. اللهم من الاحسن تفاداو ما ديروش. غادي ندير الزيت. بالنسبه للزيت راه غندير حساب كاس ديال الزيت، كثروا شويه الزيت حيت غادي نحتاجو الزيت. غادي ندير كلشي يتشحر على عافيه. المهم هنا راني مسرع عليكم الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ولكن راه كنشرح لكم. غادي ندير الدجاج يتشحر هكا مع البصله. هنايا من بعد ما تشحر غادي نحاول هكا نطلع الفخاد من الفوق ونهبط الصدر ديال الدجاج هو لتحت، لحقاش الصدر راكم عارفين كيشد شويه الطياب. غادي ندير واحد القبطه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي هكا نروي الكوكوط بالماء. درت في هذاك الاناء اللي كان سبق لي فيه العطريه، داك الطبسيل هو اللي زدت فيه الماء باش رويت، باش هذيك العطريه ما تضيعش. هنا ما غاديش نسد عليه، غير غادي نحط الغلاقه على الطنجره ولا الكوكوط، وغادي نخليه يطيب هكا على خاطره. من بعد ما طاب صافي غادي نحيدو. غنحيد الدجاج كامل. من الاحسن هكا الدجاج بلا ما تقطعوه رقيق، قسموها غير الدجاجه على 4 باش تجيكم ساهله في هكا في الشطيب، دغيا تهزوها. ومن الاحسن هذاك ما عرفتش اش كتقولوا لي، داك السنسول وداكشي ديال الدجاج الفوقاني من الاحسن بلاش، لحقاش غير كيطلق العظومه. من بعد ما طاب الدجاج وحيدته غادي نزيد هنا 3 كيلو ديال البصله. طحنتها هكا في الهاشوار كيف كتشوفوا، ماشي طحنتها مي شلطتها رقيقه. وغادي نزيد داك شويه ديال الماء اللي كان باقي ليا فيه الزعفران شعره، وغادي نخليها طيب على خاطرها. المهم غادي نسد عليها في الاول واحد السده هكا، واحد 15 دقيقه صافي، وغنحل عليها. ما تزيدوا لا ماء لا والو، راكم عارفين البصله كتطلق الماء. هنايا غادي ندير سنيده، ندير حساب اللي غيحلي ليا هكا الدغميره. مع انا مكتره درت كاس ديال سنيده مع معلقه ديال القرفه. ماشي مشكل، واخا يبان لكم باقا البصله معقداتش، غير ديروها معاه وخليوها طيب معاه وراه غتعسل. وهنايا ضروري تبقاو تحركوا فيها. هنايا خديت اللوز، درت له الماء طايب فسختو، وغادي نديرو هكا في الزيت بارد، وغادي نشعل عليه تقلا. المهم حتى الزيت حتى اللوز عفوا، راه عندي كيلو الا ربع، غير كنقلي شويه بشويه هكا باش ياخد هكا وقته في طيب لنا من الداخل، ما نقليوش دفعه واحده.
وإيدي على هاد البصلة باش توقف لينا مزيان وتنشف لينا من الماء وتغمر، ضروري ما تحركوها. هي الصراحة كتطلب شوية مش شوية المجهود، مي راه النتيجة كتكون مرضية كيف كتشوفوا. راه البصلة من بعد ما نشفات لينا وتعلكات وتحمرات، شوفوا على لوين كيف ولا. وهنايا راه نشفات من الماء تماما، اصبقى لينا غير الزويته. ضروري تخليوها حتى توقف هكا البنات. الا بغيتو ديروا البيض يمكن لك هنا تزيدي البيض، انا ما درتش البيض. الا كان عندك مزهر غادي تزيدي واحد 4 كاس ديال المزهر. من الاحسن انا كنفضل تزيدي هكا ساشي ديال الزهر، كتكون احسن باش تبقى لك هذيك، كتبقى لك هذيك التغميره ناشفه من الماء. زدت ليها ساشي ديال الزهر. دزت هنايا الدجاج هكا، الا بغيتي تقطعيه هكا بالمقاس ولا تقطعيه بايدك انتي وفاش ارتاحيتي. المهم قطعي هكا الطريفات اللي يبقاو هكا باينين، باش فاش بنادم ياكل يلقاه هكا يشد، يلقى فيها الدجاج طريفات هكا باينين ديال الدجاج. المهم انا قطعت كلشي، خلطت كلشي مع بعضياتو باش تخلط لي منستر من الفخيضات يتخلطوا هكا. خديت واحد هكا واحد المغيرفه هكا ديال ديك البصله، من بعد ما وقفات وتغمرات غادي نخلطها هكا مع الدجاج باش ما يجيناش ناشف. ضروري ديروا هذه المرحله البنات. هنايا اللوز من بعد ما قليتو هرمشتو هكا، ضروري تهرمشوه شويه. زدت ليه فاني عفوا زدت له ساشي ديال الزهر، غادي نزيد له قرفه، وغادي نزيد سكر كلاصي. بالنسبه للسكر كلاصي ما تكدروش، غادي تبقاي هكا تذوقي وتزيدي، ما تكدرش غير 2 معالق هكا. هذه ديك البصيله من بعد ما وقفتها خليتها هكا كتسقطر، درتها هكا فواحد الصفايه ولا شبيكه وتخليوها تسقطر. انا هنا كتوجد كلشي حتى الليل. في الليل في الصباح عاد جمعتها، خليتها الليل كامل وهي كتسقطر. هذيك الزويته اللي هبطات لينا منها غادي ناخذ منها شويه، غادي نزيدو في الحشوه ديال اللوز باش ما تجيناش ناشفه. ضروري البنات ما تخليوهاش هكاك ناشفه، زيدوا فيها شويه. وديك الزويته اللي بقات ليا دوبت معاها واحد المعلقه ديال الزبده ولا 2 على حساب اللي غادي يكفانا. خديت هنايا الورقه، خديت نص كيلو ديال الورقه. خديت الصينيه اللي مخليها هكا مخصصه للبسطيله، كندهن من هذيك الزويته اللي هبطات ليا من التغميره مع الزبده. كندهن هكا الورقه، ما ديروهاش هكاك، ضروري دهنوها. ملي كدهنوها بهذيك الزويته كتجي بنينه الورقه. وملي كتخلطوا هكا ثاني الزيت مع الزبده راه كتجي مقرمشه. صافي غادي ندير الدجاج، ما نديروش كامل، غادي نخلي واحد شويه عندي غير شويه هكا غير شويه. وغادي ندير الدجاج، غادي نستفو ضروري هكا. دابا لكم شي عضيام ولا شي حاجه تحيدوه، حاولوا تنقيوه مزيان باش بنادم ياكل وهو مرتاح. صافي غادي نستف هكا الدجاج هو الاول. بالنسبه للطريقه ديال الورقه كيفاش قاديتها راها باينه، كديروا وحده حدا وحده، وحده فوق وحده، النص ديالها كيجي فوق النص الاخر. المهم راه الصوره راه واضحه، ما سرعتش لكم. هنايا هذه هي البصيله من بعد ما التغميره ديال الدجاج من بعد ما تقطرات لينا من الزيت مزيان. غادي حتى هي نديرها فوق الدجاج، وغادي نخلي واحد شويه. انا كنت نسيتو دابا عاد بديت كنهزو. تخلي واحد شويه هكا قياس داك اللي خليته ديال الدجاج، تخليوه شويه صافي. وغادي ديري هذيك ديك الحشوه، عفوا ديك التغميره، غادي تحاولي هكا تسرحيها وتضغطي عليها مزيان بايدك. وغادي ندوزو اللوز حتى هو نخليو منه شويه، وغادي نديروه هو الفوقاني. حاولوا توزعوا الحشوه بالتساوي في البسطيله باش الليكله تجي هكا مقاده. المهم هنايا داك شويه الدجاج اللي بقى زدت له داك شويه ديال تغميره البصله، زدت له شويه اللوز وشويه من ديك الزويته كانت اللي باقا ليا كندهن بها الورقه. ضروري من هاد الطبقه البنات ديروها هي الفوقانيه. واحد المعلقه ديال السكر كلاصي كتجي زوينه وما كتجيناش نهائيا البصل بسطيله عفوا ناشفه، ولا كتبداي بها من الفوق كتجي صراحه زوينه. هاد الطبقه الاخيره ديال فيها كلشي مخلط، صراحه كتجي زوينه، غير جربوها البنات. ودابا غادي نبدا نطوي هكا غادي نبدا نجمع البسطيله. المهم الصوره راها موضحه، انا ما سرعتش لكم باش تشوفوا الصوره راها موضحه.
اما عندي بسطيله انا كبيره ما غاديش تجيني ورقه في الاخر باش غنمونطي بها، غادي ندير 3 كيف كتشوفوا. جمعت هادوك الجنيبات كاملين مع بعضياتهم، كيف كتشوفوا كندهن بداك الميلونج ديال الزيت مع الزبده. صافي غادي ندهنها مزيان من الفوق بديك الزويته والزبده اللي كانت باقا ليا. غادي ناخذ واحد الشوكه هكا ولا واحد كيردون ولا برا تكون نقيه، وغادي نسقبها مزيان باش ما تطرطقش لكم الورقه. حتى هادي راه سر من اسرار النجاح ديال البسطيله، تقبوها باش ما تطرطقش لك الورقه. المهم هنايا الفران مشعله عليه يسخن على 200 درجه من الفوق ومن التحت. منين غادي يسخن غادي نطفي عليه الفوق وغادي ندخل البسطيله خليها شاعل عليها من التحت على 180 درجه من ساعه حتى ساعه ونص. خليوها طيب على خاطرها، ما تجهدوش عليها البوطه باش طيب لكم الورقه اللي لداخل. هنايا دزت باش غادي خليت شويه ديال اللوز باش غادي نوجد هكا بريوات باش غادي نزوق البسطيله، وجدتهم حتى هما غير في الدار. هنايا البسطيله من بعد ما طابت خرجها من الفران، هنا مازال سخونه كيف كتشوفوا راه دغيا كديمولها من الصينيه ديالها. درتها ديريكت في الطبسي اللي غادي نقدمها فيه وهي سخونه. غادي ندير عليها هكا واحد شويه العسل، غادي ندهنها بشويه ديال العسل. مهم غير في الفران نقصوا عليها البنات، كنأكد عليها نقصوا عليها البوطه، خليوها طيب على خاطرها تقدر تاخذ منك حتى 2 سوايع. قد ما كانت العافيه مهيله كطيب لينا حتى الورقه اللي لداخل كتجي كلها طيبه وكتجي مقرمشه وكتجي زوينه. الا جهدتوا عليها البوطه غادي تشوط لكم من الفوق وغادي تبقى لكم الورقه خضره من الداخل وتبقى معجنه. صافي هنايا بالنسبه للزيار راه كيبقى اختياري. انا حمرت هكا شويه ديال اللوز ايفيلي غادي نديرو ليه هكا من الجناب. وبالنسبه للبريوات راكم شفتوا خليت شويه ديال اللوز من بعد ما قليته، خليت شويه ديال اللوز اللي غير مسلوق خلطتهم مع بعضياتهم مع شويه القرفه واحد شويه نكهه الزهر وشويه العسل. حمرت بهم البريوات قليتهم هكا في الزيت، ومن بعد ما قليتهم طفيتهم هكا في العسل. كيبقاو اختياريين مي كيعطيو حتى هما منظر زوين. الا كان عندك هكا الوقت غير حضريهم وزوقي بهم، راه كيعطيو منظر زوين في الزواق ديال البسطيله. صافي زوقت بهم هكا من الوسط. غادي ندردر هكا شويه ديال السكر كلاصي. المهم بالنسبه للزيره كيبقى اختياري، ومن طبيعه الحال بداكشي اللي عندك في الدار ما غاديش تكلفي على راسك، غتمشي على قدك وعلى قد جيبك. غادي ناخد هكا شويه الورد غادي نديرهم من الفوق. بالنسبه لهاد البسطيله انا ما كنتش دايرها هكا في الدار، ديتها عند عدوزتي داكشي علاش ما غاديش نقطعها معكم وسمحوا لي. مي راه جات زوينه وكلهم عجباتهم وجات فعلا معلكه من الداخل، جات زوينه بزاف. نتمنى تجربوها وتعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من واحد لايك واشتراك هكا في القناه بالنسبه للبنات الجداد والبنات القدام. داركم تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.